السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات اماني السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض شوربة الخضار بلسان العصفور. حاجة سهلة وسريعة وتبقى دافية كده للولاد. بندخلهم الخضار والنشويات وكل حاجة في الشتا ديت مع عصرة ليمونة كده، برضو فيتامينات قوية. هنا ديت انا جبت الحله، حطيت فيها معلقه زبده، ونزلت بطماطمايه وبصلايه جزرايه بوكي جرني بقى بتاع الشوربه. حبهان ورق لورا مستكه، يعني البوكي جرني اللي انتي بتحطيه. فلفل اسمر، شويه قرفه وشويه مرقه. تمام. ونزلت بالفرخه كده تشوحي فيها كويس. الخطوه دي بتديكي شوربه خطيره خطيره خطيره، لان انا عايزه الشوربه كويسه، لان هي اللي هتنكهلي وهتطلع لي شوربه الخضار حلوه فالولاد يقبلوا ياكلوها. دي كانت فرخه بلدي كده كيلو. جبتها وكده خلاص احنا عملناها وظبطناها. بنسيبها بعد ما بنغطيها بنسيبها الاول على غاليه، يعني على نار عاليه، وبعد كده بنوطيها. بنوطي النار وبنسيبها تستوي براحتها. تمام. اول ما بتخش في السوا بتنزلي بالملح بتاعك بقى خلاص وبتملحيها. هنا ديت الحله اللي هنعمل فيها الشوربه. ديت معلقتين زبده كده حلوين، يسخنوا زي ما انتم شايفين كده كويس. ننزل ببصلايه كبيره مقطعينها على ايدينا، لان هي كده كده مش هتبان في الشوربه اصلا مع الخضار وكده، فالبصل بيتهري. ننزل بشويه فلفل اسمر وشويه ملح. صلوا على النبي بنات عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ولو سمحتوا حطوا اللايك يا جماعه، لو سمحتوا حطوا اللايك. اللايك والله بيرفع الفيديو. انتي مش هتخسري حاجه وانتي بتتفرجي كده تحطي لايك. بيرفع الفيديو عشان الفيديو بتاعي الناس كتير تشوفه وقناه تتعرف اكتر واكتر بعد اذنكم. ولو طبعا لو مش مشتركه اشتركي وفعلي زرار الجرس وشيري الفيديوهات عشان يعني اصدقائنا تكبر. تمام. خلاص هنا كانت البصلايه اتشوحت. شوربه الخضار بقى اي خضار انت حابه تحطيه فيها حطيه. انا كان عندي كوسه وجزر وبطاطس وشويه فاصوليا. ما كانش عندي بسله، انا بحب احط فيها بسله بس ما كانش عندي فما حطيتش. تمام. شوحي بقى كله. بصوا يا بنات، انا هنا حطيتهم كلهم ليه؟ لان انا عندي الفاصوليا مفرزه، عندي الجزر مفرز، فاوريدي هما فيهم يعني دبلانين. انتوا فاهميني؟ التلج بيدبل الخضار شويه، فكده كده كله هياخد سوا بعضه. انما لو كل حاجه فريش هتنزلي بالجزر الاول والبسله يتشوحوا كويس، تبتدي تفتح معاكي كده ولونها يفتح، ترجعي تنزلي بالبطاطس، اخر حاجه بتنزلي بيها الكوسه. وايه، كل حاجه بتتشوح 5 دقايق. انا خلاص كله اتشوح، نبتدي بقى ناخد من الشوربه بتاعه الفراخ. بصوا ما شاء الله دسمه ازاي. هي الشوربه على فكره بيبقى لونها غامق كده لان بنحط لها الفلفل الاسمر. لو انت مش عايزاها يعني فارق معاكي موضوع اللون، حطي لها الفلفل الابيض، ما تحطيلهاش فلفل اسمر. ابتدي بقى ننزل كده وما تكتريش في الاول لان كده كده الخضار ده بينزل ميته، فزودي حاجه بحاجه لما تحتاجي. بس هنقلبها برضو ونغطيها ونسيبها على نار عاليه في الاول، اول دقيقتين كده، وبعد كده نوطي ونسيب الخضار يستوي براحته خالص. تمام. انا هنا عايزه اضيف لها النشويات بتاعتها، فهحط احمر شويه عصفر في طاسه، يعني معلقه زيت كده كويسه، وننزل بحوالي نص كوبايه لسان عصفور. تمام. لو انتي طبعا يعني دول كان نص كيلو خضار، فلو انتي هتكتري هتعملي كيلو حطي عليه كوبايه لسان عصفور. نزلنا بذره الملح عشان توحد لون لسان العصفور كده، ونقلب نقلب بقى كويس لغايه لما ياخد اللون المناسب بتاعه. ويا جماعه لسان العصفور والشعريه بالذات، كمان لسان العصفور في الشوربه يعني ما تسيبوهوش فاتح، حاولوا تغمقوه سنه لان انتوا لما بتنزلوا عليه بالشوربه بيفتح. هنا خلاص كان خد اللون المناسب. هطشه بقى بايه؟ بطماطميتين مبشورين. والله يا بنات جربوا التركايه دي، بتخلي الشوربه مسكره بطريقه مش طبيعيه، بتبقى الشوربه خطيره وزي بتاعه المطاعم بالظبط. شوربه محمره وطعمها مسكر من غير صلصه ومن غير اي حاجه تحمي على القلب. طشينا بقى على الخضار، نزلنا يعني بلسان العصفور على شوربه الخضار كده، وقلبي كويس. ونبتدي بقى نزود الشوربه يعني السائل شويه، عشان لسان العصفور ده هينفش فهيزيد، ما يبقاش ماسك بقى كده ويبقى مكلكع ايه، ويبقى الخضار كله مكلكع في بعضه كده. تزودي عشان يبقى نسبه وتناسب كده. طبعا كل ده بمقدار عينك انت برضو بتشوفي. لو انت من الاول مزوده خلاص برضو هيغلي غلوتين واقفلي،
لسان العصفور ما بتسيبوش يستوي كتير، اغلي غلوتين واقفلي الحله وخلاص هيبقى استوى. وبصوا شكل الخضار شكله كله صحي وماسك نفسه، كل حاجه مستويه، ولسان العصفور الواحده بوحدتها اللهم بارك خطير خطير. والشوربه طعمه. وده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.